محبته أيضا في التعليم، يعني ما كان يترك شيء صلى الله عليه وسلم إلا ويعلم الناس إياه. أيضا ما كان يرضى عليه الصلاة والسلام بوجود خلاف بين اثنين من الصحابة، كان يعني ينزعج صلى الله عليه وسلم لذلك. يعني عندنا قصة، يعني غالب القصص هذه تذكر في أبواب الأحكام، لكن حقيقة هي تربوية، هي تعليمية، هي تظهر لنا عظمة أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. لما حصل نزاع بين قبيلتين من قبائل الأنصار في قباء، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ مضى إليهم حتى فاتته الصلاة، صلاة الجماعة في مسجده عليه الصلاة والسلام. يعني لاحظ، شوف، هذه يدلنا على قيمة الصلح في الإسلام. ذهب مع نفر، ثم إن الصحابة صلوا لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام. لما كانوا في سفر، وقصة لما كسع غلام مهاجري أنصاري أو العكس، فتداعى الحيان، فقال المهاجرون يا للمهاجرين، وقال الأنصار يا للأنصار، وتراشقوا بالكلام واشتبكوا بالأيدي. ماذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام؟ خرج يجر رداءه فزعا خائفا، قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فتفرق الحيان لأن الشيطان نزغ بينهم. ما كان يؤخر مثل هذه القضايا. يعني في قضايا كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤخرها، يؤجلها، لأنها تحتمل التأجيل والتأخير. في قضايا لا، قضايا الإيمان والعقيدة والتوحيد هذه ما كان يؤخرها النبي صلى الله عليه وسلم. قضايا النواقض والقوادح المصادمة الخادشة للإيمان والتوحيد ما كان يؤخرها. قضايا الصلح، يعني ينشب خلاف سواء على مستوى فردي أو مستوى جماعي، ما كان يتركه النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان يتدخل لفض النزاع والاشتباك والحرص على اجتماع القلوب والأبدان.